السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم شباب وصبايا بمطبخ جار القمر. اليوم رح نعمل أنا وإنتو عوامي أو لقمة القاضي وعلى أصولها، وطبعا بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبمقادير ضابطة 100%. بتمنى المتابعة للنهاية وإن شاء الله رح تنال إعجابكم. وطبعا قبل ما نبدأ حابب ذكر مشاهديني الكرام لا ينسونا بلايك للفيديو والاشتراك بالقناة حتى يصلهم كل شي جديد. وهلأ رح نبدأ. طبعا حبايبي أهم شي العجينة وطريقتها، يعني إذا العجينة ضابطة رح تكون العوامة ناجحة معنا بإذن الله. رح نعجن العجينة خطوة بخطوة، خليكم معي حبايبي. طبعا أنا رح أعمل كمية 3 كوبايات من الطحين. رح ضيف 3 كوبايات طحين، ورح ضيف فوقيهن 3 معالق نشا كبار. طبعا حبايبي النشا مهم جدا، هو اللي بيعطي القرشة للعوامة. وطبعا رح نضيف كمان ملعقة سكر كبيرة ونص ملعقة ملح كبيرة، وكمان رح اضيف ظرف فانيلا مثل ما نكون شايفين، ورح اضيف كمان ظرف كمبودر، ورح اضيف فوقيهن 3 معالق زيت كبار. وهلأ بخلطن شوي وبضيف ملعقة خميرة كبيرة فوقيهن، وبعدين رح نضيف المي فوقيهن. هلأ حبايبي رح ياخدوا معنا تقريبا شي 2.25 مي، وحسب الطحين بترجع، يعني بالزايد شوي بالناقص شوي حسب الطحين. طبعا حبايبي انا ضفت 2 مي مثل ما نكون شايفين، ورح اعجن العجينة. وطبعا المي الباقية بضيف لها اياها بمرحلة تانية. ومثل ما نكون شايفين رح اعجن العجينة بهالطريقة هاي. طبعا حبايبي كتير مهم ندخل بالعجينة هوا ونحنا عم نعجنها، يعني لازم نعجنها بهالطريقة هاي مثل ما نكون شايفين. وطبعا هلأ بدي ضيف لها ربع كاسة المي البقياني وارجع كمان اعجنها. وهلأ مثل ما نكون شايفين العجينة بلشت تعطينا القوام يلي نحنا بدنا اياه. مثل ما نكون شايفين بلشت العجينة تعبي هوا ما شاء الله، ونحنا هيك بدنا اياها، هيك بتكون العجينة ناجحة 100%. وهلأ بعد ما انتهينا من العجينة منغطيها ومنتركها تخمر على راحتها، وقد ما تركناها تخمر ما بيأثر، يعني منتركها ساعة ونص ساعتين ما بيأثر. وطبعا هلأ بدنا نحضر القطر. بدي ضيف 3 كاسات سكر وتقريبا كاستين إلا ربع مي. طبعا رح اضيف المي فوق السكر بهالطريقة هاي. طبعا حبايبي مثل ما قلت لكم منضيف المي على الهدى فوق السكر حتى يطلع القطر ناجح معنا 100%. وبعد ما نضيف المي منشغل النار تحتيهن ومنتركهن يغلوا 5 دقايق. وطبعا بعد ما يغلوا ب5 دقايق بضيف فوقيهم ملح الليمون. وطبعا بعد ما اضيف ملح الليمون فوقيهن بعير لهن 12 دقيقة.
12 دقيقة وبيكون القطر جاهز معنا وناجح 100%. وطبعا عجينتنا خمرت مثل ما نكون شايفين، أكلت معنا وقت 1.5 ساعة. وهلأ رح حركها ورجعها مثل الأول. وبعد ما حركت العجينة ورجعتها مثل الأول، هلأ بدي عبي العجينة بكيس واستخدم الكيس لمرة واحدة فقط. طبعا لتحضير العوامي رح استخدم هذا الكيس اللي انتو شايفينه، وكمان رح استخدم ملعقة حليب الأطفال. وهلأ بحاول فرغ الكيس من الهواء طبعا لسهولة الاستخدام. وطبعا حبايبي مثل ما نكون شايفين رح نعمل العوامي بهالطريقة هاي. طبعا الزيت ما لازم يكون حامي، يعني لازم تكون النار هادي على الآخر تحت الزيت. طبعا اخواني اذا كان الواحد بطيء لازم يحافظ على حماوة الزيت، يعني ما لازم يخلي الزيت يحمى كتير، واذا اضطر الامر يطفي النار تحت الزيت. وطبعا حبايب قلبي هاي ملعقة الاطفال يلي حكينا عنها. طبعا عن طريقها فيك تتحكم بالقطعة مثل ما بدك، يعني فيك تكبر القطعة وفيك تصغرها. وطبعا انا كل ما قطعت كم قطعة ببل الملعقة بالزيت. طبعا انا حاطط كوباية زيت جنب المقلة، بقطع قطعتين 3 وبرجع ببل الملعقة بالزيت بحيث يصير تقطيع العجينة سهل. وطبعا اهم شي حبايبي انه الزيت ما يكون حامي كتير، وما تكون النار قوية كتير تحت الزيت. وهلأ بعد ما قطعت الكمية يلي انا بدي اياها، بحرك العوامي بالزيت بهي الطريقة مثل ما انتو شايفين. وهي اول قلية للعوامي، طبعا ما منخليها تاخد لون كتير، منخلي لونها بيضة مثل ما نكون شايفين. هلأ بدي شيلها من الزيت. طبعا هدلون حبايبي اخدوا اللون يلي نحنا بدنا اياه، يعني ما خليناهن ياخدوا لون مليح. هاي اول قلية. والقلية التانية منخليهن ياخدوا اللون يلي نحنا بدنا اياه. منقطع العجينة بهالطريقة هاي عن طريق الملعقة، ملعقة حليب الأطفال. وطبعا برجع بقلكن انه ما يكون الزيت حامي كتير، يعني اذا الزيت حمي كتير فينا نطفي النار تحت الزيت. وطبعا حبايبي مثل ما نكون شايفين هاي العوامي اول قلية ما شاء الله على هاللون. وهلأ بدنا نرجع نقليها القلية التانية، خليكم معي حبايبي. هلأ بدنا نقلي العوامي القلية التانية. طبعا مثل ما قلت لكم حبايب قلبي الزيت لازم ما يكون حامي كتير، وطبعا النار ما لازم تكون قوية كتير تحت الزيت. هلأ رح نقلي مثل ما نكون شايفين القلية التانية، خليكم معي حبايب قلبي. وطبعا منحرك العوامي بهالطريقة هاي مثل ما نكون شايفين بحركة دائرية.
وهلأ العوامي أخدت اللون يلي نحنا بدنا إياه. هلأ بشيل العوامي من الزيت وبحطها بالقطر. وطبعا حبايبي مثل ما نكون شايفين هلأ العوامي صارت جاهزة عنا، وبتمنى منكم تجربوها، وبتمنى انه يكون الفيديو نال اعجابكم. وبرجع بذكر مشاهديني الكرام لا ينسونا بلايك للفيديو والاشتراك بالقناة حتى يصلهم كل شي جديد. دمتم في امان الله.